والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله مسافرين الاسماعيليه وهنخرب الدنيا باذن الله وعلى الله. ان شاء الله باذن الله التمرينه صعبه بس هنحاول نكملها. وزي ما انتم شايفين دلوقتي ناقصنا 40 كيلو على الاسماعيليه وسيبنا الناس اللي معانا وبنشرب ميه ابار. معناش ازايز فبنشرب ميه ابار بالكيس ده. بص الكيس بيقول لك اتصرف، اهم حاجه في السفريه انك تعرف تتصرف. فمعانا موز، كلنا موز وبنشرب ميه ابار وباذن الله نوصل. بص الميه اللي احنا بنشرب منها ماسوره مكسوره. الحمد لله على الفار والجدعنه. ولسه مكملين في الطريق، ناقص لنا حوالي 28 كيلو والرجاله تعبت بس هنكمل ان شاء الله. وزي ما قال مدحت شلبي مش فاكر الحمد لله دخلنا الاسماعيليه وبنتصور مع التمثال الكبير ده مش عارف اسمه ايه، وجنب عصام ده بيقول لك اللي هو حفر قناه السويس. والرجاله معايا اهي، الرجاله الباقيه كان اخرهم فات ورجعوا واحنا كنا مسابقينهم اصلا. الحمد لله صحيحنا اهو. ودلوقتي احنا وصلنا اهو الاسماعيليه الحمد لله على السلامه يا رجاله. في واحد ماشي قدام اهو. والحمد لله بعد عناء طويل وصلنا الاسماعيليه وكانت تمرينه حلوه قوي والحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. وباذن الله يعني ناكل وعلى بيتنا عدل. ودلوقتي يا جدعان بنعدي في المعديه رايحين الناحيه الثانيه، بس اللي قدامكم دوت خط برلين.